أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهارده في القرية الفرعونية. القرية الفرعونية الدخول فيها ب 250 جنيه، مفيش خصم للطلاب، ده لو أنت مصري، إنما لو أنت أجنبي أيا يكن نوع الجنسية بتاعتك هتدفع 600 جنيه. إحنا حجزنا التذاكر، ال 250 جنيه شاملة رحلة المركب وشاملة 6 متاحف بس، وبندخل ننتظر في كافيه لحد ما نشوف هنركب المركب ويلففونا بقى ونشوف المتاحف. القرية الفرعونية لسه يعتبر فاتحة جديد أو مجددينها، الله أعلم، لأن أنا عرفت شفت لها كذا ريفيو على التيك توك فقلت أجي أجربها يعني. حركنا أهو، ده المركبة اللي بنركبها. بس تحس انت داخل قاعة افراح مش مركب. شغالين اغاني فرعونية بقى. بس لما تيجي بقى حاجات تصور اصورها. ده المكان اللي اتحركنا ده. اهلا وسهلا. يبدأ التاريخ المصري مع عصر الدولة القديمة في حوالي عام 3000 قبل الميلاد. خلال هذه المملكة القديمة وتحديدا في حوالي عام 2500 قبل الميلاد كان عصر بناة الأهرام. بنى الأهرام الكبرى وأبي الهول في الجيزة 3 فراعنة هم خوفو وخافرع ومينكاورع. وبرغم مرور السنين لا تزال الأهرامات تقف إلى جانب تمثال أبي الهول العريق شامخة عبر الزمن. في المملكة الوسطى حوالي 2000 قبل الميلاد تم بناء العاصمة طيبة، وهي الأقصر حاليا، ومعبد الكرنك الذي لا يزال حتى اليوم أكبر مبنى ديني تم تشييده على الإطلاق. وهذا ما ينقلنا إلى عصر الدولة الحديثة، العصر المجيد لبناء الإمبراطورية المصرية القديمة على يد ملوك عظام مثل أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس العظيم. نرى في الماء نبات البرطي الذي استخدمه المصريون القدماء لصنع القوارب والأكواخ والحصير والصنادل. ولكن الأهم من ذلك كله كانت صناعة الورق. كانت نباتات البرز تنمو بكثرة في مصر القديمة وخاصة في منطقة الدلتا، لكنها اختفت تدريجيا بعد أن تم غرس طرق جديدة لتصنيع الورق من الصين إلى مصر في حوالي عام 1000 بعد الميلاد، حتى بدأ الدكتور حسن رجب زراعة البرد وإعادة صناعة الورق بعد سنوات عديدة من البحث. قاضي العالم السفلي، كنت معبودا في جميع أنحاء المملكة الوسطى. عندما أرسم على جدران المقابر غالبا ما أظهر على شكل مومياء. عندما كنت ملكا لمصر كان الخير والسلام يعم الأرض، حتى أتاني شقيقي الحاقد زفر فمزقني إلى قطع ونثرني في جميع أنحاء الأرض. أنا إيزيس زوجة أوزوريس ربة الحب والسحر والشفاء. حين قتل زوجي بسيف الغدر بحثت أنا وشقيقتي نفتيسي عن أجزاء جسده التي جمعناها من جميع أقاليم مصر. وعندما أعدت أوزوريس إلى الحياة بقوة سحري أنجبنا ابني حورس، والذي أخفيته في أحراش الدلتا. قد ست قتل والدي واستولى على عرشه، وعندما أصبحت شابا حاربت ست لاستعادة ملك أبي. لقد كانت معركة دامية وفقدت عيني يسرى، لكن تحوط رب الحكمة شفاني وأكملت صراعي ضد الشر، وفي النهاية انتصرت وفزت بالعرش. رمز عيني المفقودة عين حورس هي الآن تميمة سحرية تبلغ الخير وتمنع الشر، تعثر عليها إن كنت تستطيع. رع رب الملوك شيد 30 من الفراعنة على مدى مئات السنين معبد الكرنك لتكريمي. اسمي يعني الخفي، وكنت حارسا لاسما سريا، لكن إيزيس قد خدعتني حين خبأت ثعبانا لدغني وصرى سمه في أعضائي. عندما أفقت توسلت إلى إيزيس لاستخدام سحرها لإنقاذي، لكنها لم تساعدني حتى أعطيت لابنها حورس عينان الشمس والقمر، وهمست لها باسمي السري. تود سماع اسمي السري الآن؟ هل أهمس لك به؟ لا يكفي. الثالث جلست على عرش مصر
وعلى رأس 17 حملة عسكرية استطعت أن أجعل من مصر إمبراطورية عظيمة تسود العالم. وفي قصري تعلم وتدرب كل أمراء بلاد الشرق القديم، وكان ولاءهم لي وحدي. هل عرفتني الآن؟ أنا أقدم وأعظم إمبراطور في التاريخ. وحكمت مصر لمدة 66 عاما. لقبني اليونانيون أوزماندياس. بنيت أنا وزوجتي نفرتاري معبدا جديدا هو معبد أبو سمبل، وبالقرب من طيبة شيدنا معبد الرامسيوم. مع جيشي هزمت الحيثيين والنوبيين وقراصنة البحر الأجانب لكي تحكم مصر العالم. بعد موتي أخذ 9 فراعنة آخرين اسم رمسيس تكريما لي، لكن كان هناك واحدا فقط، هو أنا أوزماندياس، ملك الملوك في الأراضي الجنوبية. يبين هذا المشهد عملية اكتشاف الطفل موسى الذي وضعته أمه في سلة وألقته في النيل ليطفو على سطحه للحيلولة دون أن يقتله جنود فرعون. وقد اكتشف أحد أفراد أسرة فرعون الطفل فأخرجوه من الماء وتربى ونشأ في بيت الأسرة الملكية المصرية. ولما كبر أنزلت عليه الرسالة، ثم قاد شعبه من اليهود وخرجوا من مصر. وتشاهد إلى يسار المشهد أخته وهي تراقب الموقف عن بعد لترى ما سيحدث له. حديقة فرعونية. هنا يستمتع النبيل هو وزوجته بالهواء المنعش في مقصورة حديقتهم، ويلعبان لعبة يلعبها شخصان اسمها سينت، وهي تشبه لعبة السيجا التي لا تزال يلعبها المصريون في الوقت الحاضر. الفلاحة. حرث الأرض هو أول عملية لتجهيز الأرض وإعدادها للزراعة. ونشاهد أمامنا الفلاح ممسكا بالمحراث الخشبي البسيط يجره الثوران. وبعد أن تتم عملية الحرث تجري عملية تكسير الكتل الطينية الجافة باستعمال الفأس، ثم تجري عملية شق خطوط مستقيمة في التربة بالمعول. ثم يقوم المزارع ببذر الحب من كيس صغير يحمله أو سلة، وتتبعه الأغنام لكي تضغط بأرجلها الحب في التربة. ونشاهد أبراج الحمام إلى جوار المنازل، وكان المصريون يستعملون الحمام كطعام، وكذلك لحمل الرسائل ولا سيما بالنسبة للجيش. وكانت الحقول تروى بواسطة الشادوف وهو رافعة يشبه الميزان، وقد علق في أحد طرفيه دلو وفي الطرف الآخر حجر ثقيل مقابل الدلو ليوازيه ويوازنه. وعندما يتم حصاد المحصول تحمل حزمة إلى مكان الدراس في أكياس من الشبك تعلق في قائم خشبي، وتتكون أرضية مكان الدراس الدائري من تربة صلبة، وعندما توضع عليها كتلة من السنابل تساق عليها الثيران أو الأبقار لتكسيرها بأقدامها الثقيلة. العسل. كان قدماء المصريين يستعملون العسل في التحلية، حيث إن قصب السكر لم يكن يزرع في مصر في تلك الأيام. وكانت خلايا النحل تصنع من أنابيب من الفخار ترص فوق بعضها في صفوف كما نرى. العديد من الرياضات مثل رمي السهام
والتحطيب، وكذلك كان أول من مارس لعب الهوكي بالتاريخ. صناعة طوب اللبن. تشاهد بعد ذلك بيانا لبعض الصناعات والحرف، وأولها صناعة طوب اللبن في قوالب. والمادة المستعملة في هذه الصناعة هي طين النهر الذي يخلط بالماء والسبن حتى يصبح عجينة سميكة، ثم توضع قطع من هذه العجينة في قوالب خشبية، ثم تترك لتجف في الشمس. صناعة الزجاج. برع المصري القديم في صناعة الزجاج بألوانه المختلفة، ومن أشهر الأماكن التي وجدت بها ورش لصناعة الزجاج هي منطقة تل العمارنة. التحنيط. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت، حيث قام بعملية التحنيط كي يحتفظ بجسد المتوفى كاملا إلى أن تعود له الروح مرة أخرى. هذه العملية كانت تستغرق في الغالب من 40 إلى 70 يوما. صناعة الفخار. تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف في مصر، ويرجع تاريخها إلى سنة 6000 قبل الميلاد. يعجن الطين بالماء ويخلط ببقايا الأواني الفخارية المصفوفة أو الفرش المبشور، مما يساعد على جفاف الأواني المصنعة ويجعلها مستوية وبدون شقوق. والآن إلى بعض المظاهر المصرية الساحرة. نرى في هذا المشهد المراحل المختلفة لتجميل حائط الحجري. وأول مرحلة في هذه العملية هي تسوية السطح، ثم ينعم ويثقل بقطعة من الحجر الصلب، ثم ترسم خطوط حمراء على هذا السطح الجاهز لضمان دقة عملية تكبير الرسومات الأصلية. ثم يقوم الفنان بعد ذلك برسم الإطار العام على الجدار، مستعينا بالمخطط العام الذي أعده الفنان الأصلي على لوح صغير أو حجر أو قطعة من ورق البرد. نحت التماثيل. كانت عملية نحت التماثيل تجرى عادة في المحجر، حيث يقطع منه كتلة أو قطعة الحجر اللازمة. وأول هذه الخطوات هي فصل الكتلة الحجرية عن سطح الصخرة، ويتم هذا بضغط خوافير أو أوتاد خشبية في ثقوب يتم ثقبها في الصخرة، ثم تبلل هذه الأوتاد بالماء. وعندما تتمدد الأوتاد بفعل الماء فإن قطعة الصخر تنفصل. بازات الألبستر. كانت البازات تصنع من أنواع مختلفة من الأحجار، ولا سيما الألبستر، وهو حجر ناعم يمكن تشكيله إلى أشكال جميلة. وكانت بازات الألبستر تستعمل كمصابيح أو لتخزين العطور والزيوت الغالية. ورشة النجار. كانت الأدوات التي يستعملها النجار تصنع من النحاس والخشب والبرونز. وتشاهد إلى اليسار رجلا ينشر كتلة من الخشب إلى ألواح. وكانت المطرقة والأزميل والقدوم وقوس الحفر لحفر الثقوب من الأدوات التي كان يستعملها النجار. ترسانة السلاح. كان الفراعنة يهتمون بأن يكون الجيش مزودا بالسلاح في كل وقت، وكانت الأسلحة تشمل الأقواس والسهام والسيوف وبلاطات القتال والحراب إلى جانب الدروع والرماح. صناعة العطور. كانت العطور محببة إلى النساء في مصر القديمة، وكانت تتكون من الزيوت العطرية والشحوم. وكان عصير الزهور الطيبة الرائحة يستخرج منها بوضعها في كيس من الخيش السميك، ثم يلوى طرف الكيس باتجاهين متضادين باستعمال قضبان خشبية. غزل الكتان ونسجه. كان الكتان أكثر الأحمصة استعمالا في الأزمنة القديمة، ونرى في هذا المشهد المراحل المختلفة في صناعة قماش الكتان،
فيتم تنشيط حزم من سيقان الكتان خلال أسنان مشط خشبي للتخلص من الأطراف والأوراق، ثم توقع السيقان في الماء لبضعة أيام كي تلين، ثم يتم ضربها بمطرقة خشبية، وبعد ذلك تمشط السيقان خلال أسنان مشط آخر أصغر من طرف. صناعة الورق. كانت صناعة الورق من الصناعات الأخرى الهامة، لكنها كانت حكرا على الدولة، ويعتبر الجزء السفلي من ساق نبات البردي هو أصلح جزء لصنع الورق. وأول الخطوات هي تقشير اللحاء الأخضر الخارجي، ثم ينقع اللب الأبيض في الماء. بعد ذلك يشرح هذا اللب إلى شرائح طولية رقيقة، ثم تنقع في الماء العادي. وبعد تكرار عملية النقع ترص الشرائح اللينة على قطعة من القماش في طبقتين، إحداهما رأسية والأخرى أفقية. وبعد أن يتكون سطح الورقة بهذه الطريقة يدق بمطرقة خشبية بهدف لصق الطبقتين، وبعد ذلك تغطى الورقة بقطعة أخرى من القماش وتوضع بين حجرين ثقيلين لبضعة أيام، ويتم جفافها في هذه الفترة في الشمس، وتصبح بعد ذلك صالحة للاستعمال. صناعة النبيذ. كان النبيذ الجيد من المشروبات المفضلة عند قدماء المصريين، ويرينا هذا المشهد كيفية صناعة النبيذ. فتوضع عناقيد العنب الناضجة في حوض مصنوع من الحجر الصلب مثل الجرانيت الذي يقاوم التسرب ويسهل تنظيفه، ويتم الضغط على هذه العناقيد بالأقدام، ويصب العصير الناتج في أواني فخارية كبيرة لكي يتخمر. احنا دلوقتي من المركب وجينا المفروض داخلين متحف بقى. ده المتحف من جوه. هنا زوجته إيزيس، واللي في النص ده تمثال للملك، لأن الملك بيمثل ابنهم حورس. فضلت مستمرة 16 سنة كاملة. دي الحرب اللي اسمها القادر. سلام والثقة في التاريخ. عرفنا بقى الياء، استعمال حرف الفاء وهكذا. والعلامة البيضاوية دي علامة مهمة جدا اسمها خرطوش، كان بيتحط فيها أسامي الملوك والملكات. عرفنا بقى الحروف دي من خلال الحجر هذا اسمه حجر رشيد. هو مكتوب ب3 لغات، هيروغليفي، ديموتيقي، يوناني. بيت الفلاح. هنا يا جماعة ده بيت الفلاح، كان عبارة عن غرفة واحدة بس للأسرة كلها، وهنا ست البيت بتستخدم الحجر ده عشان تطحن القمح عشان تعمل بيه الدقيق. بتعمل دقيق عشان تخبز العيش، وعشان نخبز العيش لازم الأول نولع النار، فلو حابين تصوروا فيديو هيولع النار دلوقتي. كانوا بقى بيخلطوا زيت بذرة كتان مع ورق شجر مجفف، وعن طريق الاحتكاك النار بتتعمل. طبعا زمان بتاخد وقت اكتر من كده بكتير، بس هنا استخدمنا كبريت وقطن عشان تبقى اسرع. شكرا. واتنين من الخيول بيجروها من قدام. تعالوا بقى نشوف. اي حد غني كان عنده عجله حربيه زمان. ده بيت الفلاحين وده بيت الاغنياء. الموضوع ده شكله منتشر من زمان اوي. ده دلوقتي العربيات قدام بيت الاغنياء يعني. ده بيت الغني عمل موفير زي الفيلا عندنا دلوقتي، والوانات وبتاع. طيب العجله الحربيه بقى كان بيستخدمها الرجاله بس، الستات بقى بتتنقل من مكان للتاني بالكرسي ده اسمه المحفه. كانت الست بتقعد هنا واربعه من الخدم بيشيلوها عن طريق الاسطول دي وينقلوها من مكان للتاني. تعالوا بقى نشوف الغرف من جوه. طيب هنا يا جماعه اول غرفه دي خاصه بزوجة الغني، كانت بتقضي وقتها انها بتحط مكياج وبتبص في المرايه، وكانت المساعده بتاعتها بتعزف لها على الاله اللي وراها دي آلة موسيقيه اسمها الكريستال، بتعزف لها عليها عشان تبسطها يعني. هنا بقى الناحيه الثانيه دي غرفه النبي نفسه او صاحب البيت. هنا بقى سريره، الكرسي، المكتب، كل مقتنياته، وده مسند رأسي بيستخدم زي المخدة او الوسادة كده دلوقتي. تعالوا بقى نشوف بقيه اجزاء البيت. حمامات. هنا غرفه تخزين الاكل دي زي الثلاجه كده دلوقتي. غرفة استحمام. الجزء الثاني من البيت. تخزين الاكل. زي ما قلنا من شويه هما كان عندهم خدم او ناس بيساعدوا في البيت، فكانوا عاملين وعندهم اسطبل كمان. صراحة يا جماعة القرية حلوة، أنا انبسطت ولسه ما خلصناش. ثاني وكان بيشرح لنا على حياة الأسرة والأمن الملوك وشكل البيوت. بس دلوقتي مستريحين في الكافتيريا شوية وهنكمل بقية. ده لا حابي.
النيل والزراعة. عارفين سنوح وحابي وتيتي شيري احنا صغيرين، هو ده حابي. طريقي الأمثل للبيض هو أن تمتد عن كلام وتبدأ بالفعل. حكم. عرض صناعة الزجاج. هنشوف هنا ان شاء الله ازاي من ازاز البايركس هيشكل لنا ازاز العطور مفوحات. اول حاجه هو عملها الحلقه اللي بتقفل ازازه العطور. حركة ايده في النار يقدر يعمل فكرة زي الفواحة، تحطي تحت الشمعة فوق العنب، ده بتتحرك الشمعة بتحرك المكان. وهنا نشوف أهم مرحلة في الصناعة وهي مرحلة نفخ الإزاز. وبعد كده هيعمل مكان للغطا وهيعمل صوت، مجرد صوت صغير. نموذج لمقبرة توت عنخ آمون. طيب الحجر بقى يا جماعه اللي وقعت عليه الاواني هو اول سلمه من ال 16 سلمه اللي قدامنا دول. بعد ال 16 سلمه لو هنا حيطه، حتى على الناحيه اليسار نلاقي اثار الحيطه دي. بعد ما كسروها لقوا الممر اللي قدامنا ده، وبعد الممر لقوا حيطه ثانيه. فعالم المصريات البريطاني هاورد كارتر اللي اكتشف المقبره بشكل علمي خلاهم يعملوا فتحه في الحيطه، ولما بص منها لقى اول غرفه من 4 غرف. اتفضلوا معايا نشوفها. غرفة الاستعداد. هنا يا جماعه دي اول غرفه اسمها غرفه الاستقبال. من اهم الحاجات اللي لقيناها 3 سراير جنائزيه دول. والناحيه الثانيه لقيت تمثالين قصاد بعض دول تماثيل حراسه وغرفه الدفن هناك هنشوفها بعد شويه. تحت السرير ده في فتحه بتودينا على ناحيه اسم ممر المقبره. اتفضلوا معايا نشوفها. هنا يا جماعة دي تاني غرفة اسمها الغرفة الملحقة. لقينا فيها الصندوق ده ولقينا جواه تماثيل صغيرة اسمها أشابتي. أشابتي في اللغة المصرية القديمة معناها يستجيب. فالملك ده كان عنده عدد من التماثيل دي، معتقد انه لما يبعث مرة تانية بعد الموت هيحولهم لخدم يخدموه كل أيام السنة. تعالوا بقى نشوف غرفة الدفن. هنا يا جماعه احنا شايفين غرفه الدفن من فوق، لقينا فيها الصندوق الكبير قوي ده ولقينا جواه 3 صناديق تانيين جوه بعض. كل ما نفتح صندوق نلاقي صندوق تاني. لما فتحنا اصغر صندوق فيهم لقينا 4 توابيت جوه. ده دهب صافي 11 كيلو. تقريبا الملك كان فاضي، كان اي حاجه عنده بيعملها دهب. الموميا، لكن الموميا الاصليه موجوده في المقبره الاصليه ما بتوصلش الموميا الثانيه. لو طلعت بقى الاثار عينيه واثار عقبه متغطيه بالدهب، لان احنا عندنا اعتقاد ان اي حاجه مليان دهب. بس لما فتحوه لقوا الاشياء اللي هناك تحت المركز زي المعدن والشاكين وهكذا. يعني الوقت احنا كانوا بيفتحوا جزء من الجنب يطلعوا الاشياء يكونوا جزء بيخنقوا. كده احنا دخلنا اول متحف بقى، المتحف الاسلامي. احس المتاحف يعني هتبقى حاجه عاديه، اهم حاجه الجزء الفرعوني يعني. منتجات سوريه، طاوله طلعت سوري. سيف السيد.
درع ريتشارد قلب الأسد. هو المتحف صغير يدوبك عارضين كام حاجة وتتكلم، والخطوط والآلات العزف ومجسمات المساجد، الحرم الشريف عاملين المجسم بس. ده متحف مصر اهو، متحف جمال عبد الناصر، ندخله. جيمي عبد الناصر ده المتحف بتاعه. أمير الكويت والعراق، كل الحاجات اللي هو، بس هم عاملين متحف مخصوص ليه مش عارف. فور ريدنج. الراديو، الكاميرا، طوابع، فلوس. 50 ايه دي؟ 50 قرش، 25 قرش، 1 جنيه. بدلة عبد الناصر العسكرية. يوم الوداع، الحب ضاع. هو عملوا له أغنية ولا ايه؟ أبو وديع شكله عامل أغنية عشانه. كوبري قصر النيل، تشييع الجثمان. السد العالي. بس خلاص، هو كده المتحف خلص يعني، كاتبين حاجاته. ده متحف الإسكندر، لوحة انتحارية كليوباترا. دي مدينة الإسكندرية دي ولا مش عارف، بس ماشي. مكتبة الإسكندرية، يبقى أكيد اللي فاتت الإسكندرية دي المكتبة. تابوت الإسكندر الأكبر. دي العملات. المتحف عبارة عن أوضة يعني، متحف صغير. ده متحف المراكب برضو، أوضة صغننة كده متعرفش فيه ايه، بطريقة بين المراكب زمان. مقطع من المركب. راحوا حملات الصومال كاتبينه. دي كل المراكب زي كده اهو. مركب توماس كوك استخدامها على النيل امتدت ذروتها من أواخر 1880. هو من قبل 100 سنة ولا 140 سنة كان في الكلام ده؟ على كده في تطور من زمان. مركب الشراعية، تايتانيك ده معروفة دي أكيد.
متحف برضه، بس مش كاتبين المتحف النوبي وكل الحاجات اللي فيها اللي في النوبة. هما جايبين اسماء ابو اليزيد حاطينها في الصورة والله. البيت النوبي، ولبس النوبي، منتجات تجميل نوبية عاملة زي المنتجات السودانية. عندنا في الفيوم في منها كتير، والحاجات دي برضه في الفيوم. كل دول من محمد منير وسمع رمضان. اللغة النوبية بقى متحف التراث. طبعا اي حد عايز يكتب حاجه بيكتب يعني. فخران، الزير، الخضه، حط في صورة العريس. هاوجز، الزفاف، السبوع، الراديو. الكلام ده كله يعني حاليا موجود، حتى بتاع الطرابيش انا شفت كل الكلام ده الحقيقة. وبايد نحاس ما شفتوش. الدرويش دول اللي هم الشحاتين حاليا. مكواجي رجل، منجد شفت، منجد السقة شفته، ملمع أحزاب موجود، الصياد موجود، رحاية دي اللي بتطحن الدقيق تقريبا بالساعة. كراداتي، مصباح زيت، عندنا واحد منه عند تيتا. مش عاوزها يعني. راية وسكينة متحف اليومية ده هندخله إن شاء الله. قائد المهندس حسن حمزة نرجع فيه. العمدة، شيخ البلد، غفير، فلاح، حسب الشيشة. حكم الجحا، لا دي هبداية انا حاسسها. قطايف وكنافة، مولد النبوي، بيت الريف، خبازة، بلد شعبية، بطيخ وجبنة ومش وفول وبصل. ده كشري، ده الغفور البرعي. بس كده المتحف خلص بقى. حاطين دول بقى فاهم، اعلانات دودج ما شاء الله من زمان بقى الدودج، وامثال وحاجات لذيذ. المتحف اخر متحف مش عارف هو ايه المتحف اليومي، بس مش يعني كاتبين حاجات وحاطين كل اله بيعمل ايه وحاجات استغفر الله العظيم كلها كفر يعني. المهم خلينا في موضوع. تقطع المية اللي قالوا عليها. ملك زوسر، أهرامات، لا لو حياته بتتكلم عن الحاجات بتاع الفراعنة يعني. الحروب بتاعتهم، الأغاني، الخضروات واللحوم.
بس كلها متاحف صغيرة لذيذة يعني. بس معبد أبو سمبل، معبد كوم إمبو، كرنك. قال لك إن المعابد زمان كانت ضخمة جدا، دي مكتبات صغيرة بس البيوت حجمها هي. كاتبين بقى لحد كل الأسر قدام. دي المعابد من الجنب التاني. الصراحة يا جماعة يوم جميل. طبعا مش محتاج شرح لأن هم شرحوا كل حاجة. اللي يجي طبعا يكون جاي الصبح بدري عشان ميكونش فيه زحمة. بتفتح الساعة 9 لحد الساعة 6 المغرب. ده في الوقت اللي أنا فيه، وقت الصيف شهر 8. الأسعار هنا بتزود فوق 8 الحاجة ضعفها يعني. لو الحاجة بره ب15 هنا ب30. أنا عامل حسابك في حاجة زي كده بس.